مساء الخير. 30 عاما من الاستجداء والدبلوماسية على أبواب الدول الغربية المتواطئة لم تحرر شبرا واحدا، بينما أسابيع من القتال حررت أذربيجان فيها أراضيها المحتلة. اليوم وبعد 30 عاما وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباغ يكرس الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات باكو في الإقليم الانفصالي بعد 6 أسابيع من المعارك الدامية، في تطور أثار احتجاجات عنيفة في يريفان واعتبره الرئيس الأذري استسلاما من جانب أرمينيا، التي وصف رئيس وزرائها قراره إنهاء الحرب بالمؤلم له ولشعبه، وقال إنه لم يكن لديه خيار سوى توقيع الاتفاق، موضحا أنه اتخذ القرار بناء على تقييم القادة الميدانيين للوضع العسكري واعتقادا بأن الحل الأفضل للوقف أو للموقف الراهن. لكن رئيس أذربيجان إلهام علييف تحدث عن وثيقة استسلام أرغمت يريفان على توقيعها، وقال علييف أو أرغمت، وقال علييف في خطاب عبر التلفزيون: لقد أجبرناه، أي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أجبرناه على توقيع الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام. وأضاف: لقد قلت إننا سنطردهم من أراضينا طرد الكلاب، وقد فعلنا. ينتهي الاقتباس. اتفاق وقف الحرب بين تلك الأطراف وداعميهم هو بالتأكيد انتصار لأذربيجان، ولكنه كذلك انتصار لتركيا التي وصل توزيع النفوذ بينها وبين روسيا إلى مناطق وحدود مهمة، وما كان لروسيا ولا لإيران أن تسمحا بهزيمة أرمينيا لولا اتفاقات مع تركيا التي بانتصار أذربيجان اليوم صارت تمتد لأواسط آسيا. فهل طوت هذه الحرب صفحتها بعد كل تلك السنوات؟ وما يضمن ألا يتم استئنافها من جديد؟ هل يكون الأذريون بهذا الاتفاق قد استعادوا كل أراضيهم المحتلة؟ وهل سيقبل السكان الأرمنيون أن يكونوا تحت الحكم الأذري حتى ولو كان فيدراليا؟ كيف يصاغ المشهد الآن في تلك المنطقة؟ وما الذي حققته تركيا؟ ما المكاسب التي ستحصل عليها؟ وهل من أثمان لهذا الانتصار؟ وعلى ماذا اتفقت مع موسكو؟ ثم ماذا عن إيران؟ هل صحيح أن هناك خشية من إثارة مشاعر الأذريين في إيران وهم يرون انتصارات أشقائهم على الأرمن؟ هل تخشى طهران من تحرك 25 مليون أذري وخمينئي منهم للمناسبة والمطالبة بالانفصال؟ هل عرفت الآن لماذا كانت إيران تساند أرمينيا؟ مرحبا بكم إلى التفاصيل. أرحب بضيوفي، ضيفي عبر الهاتف من باكو السيد روفيز حافظ أوغلو رئيس تحرير موقع أو وكالة ترند، وبضيفي من عمان عبر سكايب الدكتور اللواء فايز الدويري المحلل العسكري والاستراتيجي. من موسكو أرحب بالمحلل السياسي الروسي السيد يفغيني سيدروف، وأرحب أيضا بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ معين نعيم الكاتب والباحث بالشأن التركي. مرحبا بكم جميعا ضيوف الكرام إلى تفاصيل. أبدأ مع ضيفي من باكو العاصمة الأذرية. أستاذ روفيز، ما الذي حصل في الساعات الأخيرة لتتحول ساحات ساخنة من المعارك بين أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق برعاية روسية؟ نعم. أولا أنا أشكركم لدعوتكم. حقيقة هذا الفوز أو انتصار للشعب الأذربيجاني ونحترم، ويعني هاي بالنسبة لنا شرف حقيقة بمعنى حقيقية. أفيدكم بأن هناك كانت يعني تحرير مدينة شوشة، تحرير مدينة شوشة يعني قد تغيرت كل شيء في مسيرة الحرب، لأنه هي كانت مدينة استراتيجية. حتى الآن هي مدينة استراتيجية، لأنه إذا حررتم هذه المدينة هذا تعني أنه يعني لقد كسرتم عمود الفقري للعدو. فالجيش الأذربيجاني حقيقة يعني دخل إلى مدينة شوشة وحررها. يعني فهذا طبعا الأمر لقد تغير كل مسيرة الحرب أو مسيرة الميدانية. فبعدها يعني بيوم تقريبا يعني كانت هناك اتفاقية أو اتفاقية استسلام من طرف أرمينيا. نعم كما قلتم يعني السيد الرئيس إلهام علييف
قال في خطابه موجها إلى الشعب الأذربيجاني أنه أجبرناهم. هذه حقيقة، لأنه قبل ذلك كما تعلمون سيد الكريم كان هناك 3 اتفاقيات بين طرفين، طرف أرمينيا وأذربيجان، لكن للأسف الشديد كل هذه الاتفاقيات السلام يعني انقطعت بإطلاق النار وقصوف المدن الأذربيجانية. لكن التحرير بالذات مدينة شوشة وهي مركز الثقافي الأذربيجاني في كرباخ الجبلية، لقد كما قلت غيرت كل شيء، مسيرة كل الحرب. نعم. طيب أستاذ روفيز، اليوم نعم. من خلال تصريحات السيد إلهام علييف في الفترة الماضية كلها، نعم. كانت أذربيجان تبدو وكأنها عازمة على تحرير كل الإقليم. إذا ما سألتك بما أنك موجود في المنطقة، نعم. جغرافيا كم نسبة المناطق التي حررتها أذربيجان؟ وتوقيع هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، هل يعني بالضرورة نعم. أن هذه المناطق هي أصبحت حدود معترف بها لكلا الطرفين؟ أول شيء يعني هاي الاتفاقية التي موجود، يعني هناك عدة مدن لقد حررناها، تقريبا 5 مدن حررناها، يعني الجيش الأذربيجاني حررت. يعني هناك مدينة أغدام موجود حاليا تحت سيطرة أرمينيا، مدينة خوجاواند، مدينة خوجالي، ومنطقة كم تبلغ مساحتها تقريبا أو نعم؟ نسبتها من المساحة الكلية لكرباغ، هذه المناطق يعني المحررة؟ كل نعم. الامر لا تخص فقط كرباخ اخي الكريم، يعني هناك ليس فقط كرباخ كانت محتله، هناك مدن، يعني هناك ريونات احنا نسمى او بلدات يعني جنب الكرباخ الجبليه التي يعني لا تدخل الى اراضي الكرباخ الجبليه، فيعني حررناها. وكما قلت يعني هناك عده مدن حاليا موجود تحت سيطره جيش الارمينيا، لكن بعد اتفاقيه السلام يعني 15 من هذا الشهر 15 من هذا الشهر سيخرج من كلبجار قوات أرمينيا، وتقريبا إلى نهاية الشهر يعني سينسحب من هناك جميع القوات الأرمينية. لكن مستقبل يعني طبعا ما ستجري هناك كما تعلمون سيكون هناك قوات السلام الروس، وبعض الأخبار يوصل بعض الأخبار أنه حاليا هؤلاء موجودين في أذربيجان، لكن هذه الأخبار حتى الآن لا يوجد، ما وجد تصديق رسمي يعني من طرف الحكومة الأذربيجانية. عموما حاليا الوضع مستمر، لكن أنا أعتقد أنه نحن نعتقد أن سنرى أنه الأرمينيا ستعمل كل ما عليها يعني لكي ينسحب قواتها من أراضي الأذربيجانية. الاتفاق هو بالفعل اتفاق وقف إطلاق النار، اتفاق سلام، أم كما وصفه علييف اتفاق استسلام من قبل أرمينيا؟ لا، هي اتفاقية استسلام، لأنه يعني والله أخي الكريم نحن عدة مرة يعني طبعا ليست لي حق أن أتكلم عن اسم الحكومة الأذربيجانية، لكن حقيقة كانت هناك يعني تحذيرات من طرف أذربيجان أنه نحن جاهزين للسلام، يعني إذا لا تريدون السلام هذه النتائج سيكون بالنسبة لأرمينيا نتائج مؤلمة. يعني أنتم تعلمون أن أذربيجان دولة قوية، وعلاقاته حتى مع روسيا موجودة، علاقات قوية، علاقاته مع تركيا عميقة جدا وقوية جدا، سياسية، اقتصادية، حربية، العسكرية وإلى آخرها. حتى مع إيران التي تحت الطاولة، نحن نعلم أنها تحت الطاولة كانت تدعم الأرمن خلال سنوات طويلة، لكن يعني أذربيجان دولة قوية، يعني هي ليست الدولة التي يعني تعيش، أعتذر جدا من المشاهدين، على تمويل كارداشيان، هذا بتختلف تماما. يعني هناك دولة قوية زي أذربيجان، دولة بترول، ودولة أرمينيا التي تعيش يعني الوضع سكان الأرميني أسف الشديد يعني بسبب سياسة دولتهم مأساوية جدا، سيئة جدا. يعني هذا علينا أن نفهم أن الدولة التي يعني عندها مشاكل اقتصادية لن تستطيع أن تقود الحرب، وهؤلاء كان عليهم أن يفهموا هذا الأمر. المشكلة أرمينيا أنها كان يخدع كل العالم أنها قادرة وأنها قوية، وحتى نفسها آمنت بهذه الكذب يعني، وهذه نتيجة مؤلمة للحكومة الأرمينية التي حاليا موجودين هؤلاء. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا السيد روفيز،
أوغلو الرئيس تحرير وكالة ترند، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة باكو. أنتقل إلى ضيفي من عمان الدكتور فايز الدويري المحلل العسكري والاستراتيجي. أرحب بك معنا من جديد إلى هذه الحلقة سيادة اللواء. لماذا الكل اصطف إلى جانب أذربيجان في هذه الاشتباكات، في هذه المعارك، من روسيا إلى تركيا إلى إيران، إلى يعني إيران كما استمعت قبل قليل من تحت الطاولة بحكم وجود الأذريين في أراضيها وعددهم بالملايين، إسرائيل كذلك. لماذا أرمينيا الحلقة الأضعف والخاسرة وصولا إلى اتفاق استسلام كما وصفته أذربيجان؟ يعني هذا أمر لا يخرج عن إطار دراستنا للتاريخ. دائما وأبدا ما يكون للمنتصر من يحتفل بانتصاره، والمهزوم يتم التخلي عنه. أنا تحدثت في يوم استعادة السيطرة على جبرائيل وقلت لا بد لأرمينيا من أن تقدم تنازلات مؤلمة جدا في البعد الميداني والعسكري، يقابله تنازلات أثرية في البعد السياسي وفي قراءة مستقبل ناغورنو كاراباخ لإعطائه خصوصية معينة. ولكن يبدو القادة الأرمن لم يستوعبوا ما يجري على الأرض، واستمر القتال تقريبا 3 أسابيع إضافية كانوا هم بغنى عنها، لأن قراءة المعركة لأي محلل كان يرى أن النصر آتي لأذربيجان وإن طالت طريقه. وضيفك الكريم أشار إلى نقطة عندما تحدث عن البعد الاقتصادي، وأنا قلت حتى في مقاربة وفي حديث معه، وقلت ميزانية الدفاع الأذرية أكبر من الميزانية الإجمالية الأرمينية، ومن يريد أن يكسب الحرب عليه أن ينظر إلى العنصر الاقتصادي والإمداد اللوجستي. تتالت المعارك، شوشة كانت القطرة التي أفاضت الكأس. أنا بالأمس تحدثت قبل صدور هذا الاتفاق قلت الآن القائد الميداني عليه أن ينظر بعينيه، عين تنظر إلى خان كندي والعين الأخرى إلى ستيفانا كيرك. وإذا طوروا العمليات خلال 24 ساعة القادمة سيغنيهم عن أسابيع. وبالتالي القراءة الميدانية الأرمينية بعد أن نزعت منهم شوشة وصلوا إلى قناعة، ورئيس وزراء أرمينيا أشار بأن هذا ما جرى هو بناء على نصيحة من القادة الميدانيين. الآن أذربيجان معروف علاقتها مع تركيا وهي خارج إطار الحديث، أصبحت معروفة للجميع. والبيرقدار كان هو حجر الزاوية في النجاحات العسكرية. الأمر الآخر، روسيا لا تستطيع أن تضحي بأذربيجان من أجل أرمينيا بمعنى التضحية. اتفاقية الدفاع كانت واضحة، والرئيس بوتين كان واضح جدا، لا يمكن تفعيلها إلا في حال انتقال المعارك إلى الأراضي الأرمينية. وأنا قلت مفهوم كلمة المعارك هي المعارك البرية. لاحظ بالأمس أسقطت طائرة عمودية روسية، لكن أذربيجان تصرفت بحنكة، قالوا نعم أسقطناها، نأسف، ندفع التعويضات، تم استيعاب الموقف. وبالتالي لا يمكن لروسيا أن تضحي. مجموعة مينسك أنا تحدثت بالأمس وقلت هذا وقت قاتل لأرمينيا. فرنسا الآن متورطة بعد تصريحات ماكرون وذهاب رئيس وزرائه ولقائه مع شيخ الأزهر لاحتواء المقاطعة ومواجهة الشعوب الإسلامية، ولا أقول الأنظمة الإسلامية. الآن أمريكا في مخاض ترامب والفشل والنجاح والدعاوى القضائية، روسيا موقفها واضح. إذن الإطار الزمني والظروف المحيطة تصب لصالح أذربيجان، وبالتالي تم استيعاب هذا الدرس وتطوير العمليات العسكرية. أنا هنا لا أقول استسلام بالمطلق، أنا أقول أن ما جرى هو عملية تفعيل لقرارات مجلس الأمن ال4 السابقة بانسحاب أرمينيا، عودة أذربيجان، عودة الأراضي الأذربيجانية، عودة المهجرين الأذريين، إعطاء خصوصية، المحافظة على ممر لاتشين ليصل بين جزئي أذربيجان. إذن هناك لا أقول تنازلات، إكراه أرمينيا على تقديم ما قدمته، وهناك انتصار أذري، لكن على أذربيجان
أن لا تأخذها نشوة النصر بالمطلق، عليها أن تقدم تنازلات سياسية من أجل اللحمة الاجتماعية. طيب، اسمح لي أن أعود إليك بعد قليل سيادة اللواء. أنتقل لضيفي من موسكو، أرحب بك معنا من جديد سيد يفغيني سيدروف، الكاتب والمحلل السياسي الروسي. لماذا في اللحظات الأخيرة تدخلت موسكو وأوقفت الحرب، وهذا الاتفاق كما يقرأ يميل بشكل كبير إلى صالح أذربيجان؟ ما المقابل أيضا إذا ما تحدثنا عن مقابل، بما أن هناك طرفان روسي وتركي، ما المقابل الذي تطالب به موسكو أو حصلت عليه؟ مساء الخير. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. أعتقد أن روسيا تدخلت في وقت مناسب جدا لهذا الصراع، وربما بناء على طلب من زعيمي أرمينيا وأذربيجان. طبعا مطالب أرمينيا بالتدخل الروسي كانت كذلك تضوي وتسمع قبل ذلك، ولكن أنا أعتقد أن سير المعارك يعني دل على أن الطرف الأرمني ربما قلل من أهمية التقييمات الموضوعية، وإن كنت لهذه التوقعات الممكن تجنب المزيد من الضحايا، أو حتى ربما تجنب بداية أو اندلاع هذا النزاع الأخير، هذه المعارك التي أودت بحياة ربما آلاف الجانبين. ولكن هذا الأمر لم يتحقق، وبالتالي يمكن لأرمينيا الآن أن تستفيد ربما من هذه العبر المرة بالنسبة لها. أما فيما يتعلق بتدخل روسيا فجاء كما قلت في وقت مناسب، وربما تدخل روسيا الآن ساعد في تجنب أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة لأرمينيا، ألا وهو سيطرة أذربيجان على العاصمة ستيبان أكيرت. ولو تم ذلك كان من الممكن وبحق ربما اعتبار هذا الصراع كهزيمة كاملة وشاملة من قبل أرمينيا. إذن يمكن القول أن موسكو اليوم تدخلت لحماية أرمينيا، أم يعني تدخلت أو تخلت كما يقال عن حليفها الأرمني؟ لا يمكن الحديث عن أي تخل من قبل موسكو عن أرمينيا، لأن روسيا صرحت مرارا وتكرارا بأنها لن تتدخل في هذه الحرب أو في هذا الصراع إلا إذا تحولت العمليات الحربية إلى أراضي أرمينيا مباشرة. ولكنها يعني هذه العمليات كانت تدور خارج هذه الأراضي، وأساسا في مناطق قريبة من ناغورنو كاراباخ، وتحديدا من ستيباناكير. بالنسبة بس هذا لم يحصل يا سيد سيدروف، لم يحصل في سوريا حتى اللحظة. ما زالت موسكو متمسكة دعمت بكل السبل سياسيا وعسكريا وحربيا، وأعادت النظام لسيطرته على مساحات واسعة خرجت عن سيطرته، وحتى اليوم هي إلى جانبه. هل من فرق بين الحالة والملف السوري وملف أذربيجان أرمينيا؟ أنا لا أعتقد بأن هناك ما يجمع بين هذين الملفين، لأن التطورات في سوريا كانت وما زالت تجري وفقا لسيناريو مغاير تماما لما هو عليه بالنسبة لناغورنو كاراباخ. وبالتالي روسيا عندما أسمع بعض الآراء التي يبديها الخبراء وبعض المحللين ويقولون أن روسيا ستطالب تركيا بشيء يمكن أن تصفه بمقابل، يعني فيما يتعلق بتنازلات ربما محتملة من قبل تركيا في سوريا، أنا لا أعتقد بأنه يمكن الربط بين هذين الملفين. طبعا بالنسبة لسوريا ستتطور. لا، أنا ما سألتك عن ربط، إذا بتسمح لي سألتك يعني ليش شفنا الموقف الروسي بسوريا حتى النهاية مستمر بالدعم وعلى كل السبل، بينما في ملف أرمينيا كان هزيل، كان ضعيف، وكأن أرمينيا ليست حليف. لا، أرمينيا هي حليف، ولكن هي حليف وفقا لتلك الاتفاقيات التي تقوم أو كانت وما زالت قائمة بين البلدين، بما أن روسيا لم تخالف ولم تخرق أي بند من بنود هذه الاتفاقيات. لا يمكن القول أن روسيا مثلا خانت أرمينيا كما يزعم البعض. بالنسبة لروسيا لا فرق بين أرمينيا وأذربيجان فيما يتعلق بنفوذها
على ساحة الاتحاد السوفيتي السابق، وسعي روسيا للحفاظ على علاقات طبيعية جيدة إيجابية مع هاتين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين. فإذا مثلا وقفت روسيا إلى جانب أرمينيا كان هذا يعني قطيعة ربما كاملة مع أذربيجان، وهذا الأمر لم يكن مقبولا لدى روسيا، وهذا الأمر أيضا واضح بالنسبة لكل الموضوعيين الذين يقيمون الأوضاع الحالية في هذه المنطقة. طيب، أنتقل لضيفي هنا في الاستوديو، أرحب بك معنا من جديد أستاذ معين نعيم، الباحث المختص بالشأن التركي. اعذرني على الإطالة، خليتك للأخير لنسمع كل الآراء. بما أن الكفة تميل منذ البداية إلى صالح أذربيجان بسبب الداعمين والتفوق العسكري وأهمية أذربيجان لكل الأطراف، لماذا رضخت للطلب الروسي ووقعت على اتفاق وقف إطلاق النار طالما أنها متفوقة وتتقدم عسكريا؟ لماذا لم تحرر كل مناطقها؟ يعني في مثل هذه المعارك أحيانا حتى الأطراف، أنا يعني أختلف مع ضيفك من روسيا، أن روسيا كانت حليف وكانت تهتم بالاتفاقيات. روسيا وكأي دولة تهتم بمصالحها وفي مصالحها فقط، وهذا يبرر ويفسر موقفها في سوريا ويفسر موقفها في أرمينيا. الدول تتعامل بالمصالح، لا تتعامل لا بالقانون ولا بالاتفاقيات. فكما نعلم الرئيس الأرميني ليس صديق لبوتين ولا حليف جيد بالنسبة لروسيا، لذلك كانت تريد أن يتأدب إن صح التعبير بهذه المعركة، وأرادت أن تعود أرمينيا بشكل أو بآخر لقناعة أنها لن تكون قوية إلا بوجود روسيا معها وقوتها، وتقنعها أن الموقف الأوروبي الداعم هو موقف هزيل ليس إلا بعض الكلمات من ماكرون وأمثاله، لا أكثر ولا أقل. أما موضوع أذربيجان، فأذربيجان مهمة بالنسبة لروسيا لأنها شريكة معها في مشروع الطاقة في اتجاه أوروبا، وقوة أرمينيا في المنطقة هو يضر بهذا المشروع الروسي الأذربيجاني التركي، أو إن صح التعبير مشروع الطاقة الثلاثي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أذربيجان تعلم أن تقدمها، خاصة إقليم ناغورنو كاراباخ كما تعلم له اتفاقية خاصة حتى دوليا. أما المناطق الأخرى المحيطة به فكل الاتفاقيات الدولية تعطي الحق لأذربيجان أن تحررها إنها أراضي محتلة بكل المواثيق الدولية، وهذا ما أعطى أذربيجان الأريحية في ذلك، وما أعطى حلفائها على رأسهم تركيا بدعمها المطلق دون أي وجل أو تردد، حتى أن ماكرون أراد أن يستثير العالم أن تركيا تسعى لدعم أذربيجان بالسلاح، فلم تنكر تركيا، قالت نعم نحن ندعم حلفائنا بتحرير أراضيهم المحتلة حسب القوانين والمواثيق الدولية. لذلك كان أما التقدم نحو ناغورنو كاراباخ نفسها فأعتقد أن كان الأمر سيختلف، لأنه طبيعة الإقليم والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الإقليم تختلف عن باقي المناطق. من ناحية أخرى أذربيجان لا تريد أن تأخذها هبة النصر ونشوة النصر كما يقولون لتتقدم فتصل إلى معركة قد تتدخل فيها روسيا فعليا وتؤدي إلى خسارتها ما كسبته قبيل الدخول أو قبل الدخول إلى ناغورنو كاراباخ. لذلك أعتقد أن أذربيجان كما يقولون أخذت الموقف الدقيق في اللحظة الصحيحة، توقفت عند حدودها وأخذت مكاسب كبيرة. بالمناسبة سألت ضيفك من أذربيجان عن نسبة الأراضي التي حررتها من إقليم ناغورنو كاراباخ وما حوله. بالمناسبة هناك 7 مدن رئيسية وعشرات البلدات والقرى حولها كانت محتلة من قبل أرمينيا، تعتبر قانون أراضي أذربيجانية. أذربيجان اللي حررت ما يقارب ثلث هذه المناطق، ثم اليوم استعادت أكثر مما حررته عبر الاتفاقية. فأذربيجان بهذا الشكل أصبحت ستحكم في نهاية شهر نوفمبر أو ستسيطر بشكل أو بآخر على أكثر من ثلثي المنطقة بما فيها إقليم ناغورنو كاراباخ، وتصبح محيطة بالإقليم باستثناء خط أو شريط واصل بين أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ ذو الحكم الذاتي أو الحالة الخاصة. أذربيجان استطاعت أن تنزع حقها بالوصول مباشرة عبر البر إلى الأراضي التركية إلى نهجوان ومنها إلى تركيا. نهجوان تعتبر أذربيجانية لكنها أيضا ذات حكم ذاتي مستقل. الاتصال البري بين نهجوان وأذربيجان عبر هذا الخط البري هو انتصار آخر اقتصادي واستراتيجي بالنسبة لأذربيجان. لذلك أنا أعتقد أن أذربيجان كانت لا تريد أن تستفز روسيا ولا تريد أن تستفز العالم في تجاوز
ما يطلب ما هو مقبول دوليا وقانونيا منها في هذا المجال. يمكن أن يصمد هذا الاتفاق من وجهة نظرك؟ أعتقد أن روسيا إن أرادت أن يصمد سيصمد، لأن أرمينيا اليوم لم تعد قادرة لا عسكريا، وأعتقد أن واقعها اليوم يقول أن أرمينيا عسكريا كانت فاشلة خاسرة منذ بداية المعركة. طيب بالمقابل كيف والتغير الحادث قبل قليل كما تعلم هناك مظاهرات شديدة، أنا شخصيا أعتقد أنها سنتهي بإسقاط بشاشيان وتحويل أو إعادة عملية انتخاب جديدة يأتي فيها حليف لروسيا، أو على الأقل مقرب من روسيا يستطيع أن يدير المعركة بشكل أفضل، أو طيب يدير العلاقة عفوا بشكل أفضل. طيب الإقليم، إقليم ناغورنو قرباخ ذو الغالبية الساحقة الأرمنية الواقع في الأراضي الأذرية، كيف ضمن الاتفاق طبعا إذا كان عندك معلومات كيف ستتعاطى باكو مع شكل هذا الحكم فيدرالي؟ هل من صياغات معينة؟ الإقليم بحد ذاته له اتفاقية حكم ذاتي، لذلك لا أعتقد أن باكو ستسعى لنزع هذا الإقليم. باكو كانت تسعى لأخذ أراضيها أولا. المعركة الأساسية لم تكن على الإقليم بقدر ما هي على المنطقة المحيطة بالإقليم وبعض المدن التي تعتبر مخزون اقتصادي استراتيجي للمعادن والذهب على رأسها، موجودة أيضا في المناطق المحررة. ناغورنو قرباخ أعتقد أن بعد أن تصبح أذربيجان محيطة به من كل الجهات، بعد أن تصلح أذربيجان أو تطور أذربيجان علاقتها بروسيا بشكل أكبر في هذه المنطقة، أعتقد أن العلاقة مع الإقليم لن تكون فيها مشكلة كبيرة. حتى الرئيس الأذربيجاني قال نحن مستعدون لإعطاء الجنسية الأذربيجانية مع الحفاظ على الجنسية الأرمينية لكل مواطن يعيش في هذه المناطق ويرغب بالبقاء تحت حكم أذربيجان. لذلك أنا أعتقد أن أذربيجان اليوم تسعى لكسب نقاط على الأرض دون الدخول في مواجهة، لذلك لن تعتدي ولا أعتقد أنها ستعيش مشكلة، بل إن كانت روسيا وسيط في ذلك قد تطور علاقتها بالإقليم حتى درجة العلاقة الأكثر من علاقة بين دول إلى حالة الحكم الثنائي أو التواصل بين الطرفين. لذلك أنا أعتقد أن الإقليم ناغورنو قرباخ ليس مشكلة بحد ذاته اليوم بالنسبة لأذربيجان. طيب مفهوم. أعود من جديد إلى ضيفي من عمان دكتور فايز الدويري. لابد لنا أيضا أن نسأل عن إيران وانعكاس هذا النصر بين قوسين الأذري على اليوم وضع التمدد الإيراني في المنطقة، ولا ننسى طبعا 25 مليون أذري هم مواطنون إيرانيون في شمال إيران. سيدي يعني أولا إيران هي بلد التعدد، يعني سواء كان منطقة الأحواز أو الأذر أو البلوش، ومن ثم نتحدث عن ما يطلق عليه الفرس، والذين هم يسيطروا ويهيمنوا على كل مفاصل القرار وعلى كل مناحي الحياة، وهم لا يشكلوا غالبية تجاه ما الأعداد سواء من الأذريين أو البلوش أو العرب والنسب أو حتى التركمان والأكراد، يعني هناك عرقيات متعددة جدا. ولهذا السبب المقاربة الإيرانية داخل الحدود الجغرافية الإيرانية هي مقاربة الولي الفقيه. الآن نتحدث عن مظلة الولي الفقيه الذي يضم تحت مظلته كافة الأطياف العرقية، سواء كانت عربية سواء كانت هنا، يعني الغالبية العظمى هي شيعة، سواء كانوا أذريين أو بلوش أو عرب أو غيرهم، هم أصلا شيعة. وبالتالي لاحظ التوجه الإيراني دائما الحديث عن الولي الفقيه، والولي الفقيه هو أذري، وأنت أشرت إلى ذلك. بس يا سيادة اللواء، اليوم نحن نعرف على سبيل المثال أنه الأهوازيين مثلا أو الأحوازيين عندهم لو دعموا بشكل جيد المطلب الأول هو الانفصال عن إيران. فأنا سألتك انطلاقا من هون اليوم المكاسب النصر الأذري في أذربيجان ألا يحرك اليوم الأذريين الإيرانيين اللي على حدود أذربيجان على أقل تقدير؟ يا سيدي أنا بدأت حديثي وقلت لك إيران هي بلد العرقيات المختلفة، وبالتالي عندما نتحدث عن عرقيات مختلفة نتحدث عن كيانات رئيسية موازية. عندما نتحدث عن الأحواز أو ما يطلق عليها تاريخيا عربستان، عندما وهي 10 أضعاف مساحة فلسطين، وذهبت في 1929 تم السيطرة عليها. الآن هذه المنطقة الجذور عربية قبائل كندة، وهؤلاء يحلموا باليوم الذي يحصلوا فيه على الاستقلال. إذا ذهبنا إلى التركمان هؤلاء يحلموا بالعودة إلى تركيا. إذا ذهبنا إلى الأكراد يحلموا بإنشاء كينون كردي يضم الأكراد في سوريا، في العراق، في تركيا، في إيران.
إذا ذهبنا إلى البلوش وهم يشكلوا غالبية كبيرة جدا، هم يطمحوا بالعودة أو إما الاستقلال أو العودة للحمة مع البلوش في أفغانستان أو في باكستان. وبالتالي أنا أشرت لذلك وقلت حتى يتم تدارك الوضع وعدم إثارة النعرات العرقية والسعي نحو الانفصال، تمخض الذكاء خميني عن مفهوم الولي الفقيه، وبالتالي مفهوم الولي الفقيه تجاوز حدود العرق إلى حدود المذهب. هذه هي النقطة الرئيسية. لو نتوقف بلحظة بس عند هالنقطة، إذن لماذا لم تدعم طهران أذربيجان الشيعية ودعمت أرمينيا أو وقفت إلى جانب أرمينيا المسيحية؟ هناك أكثر من سبب. أول هذه الأسباب النصر الأذري سيثير النقطة التي أنت سألت عنها، وهي تهييج 25 مليون أذري يسعوا إلى إنشاء كيان مستقل أو الاتحاد مع الأم. هذا السبب رقم 1. السبب رقم 2 التمدد التركي باتجاه القوقاز وإلى يتوغل في وسط آسيا والجمهوريات الإسلامية المستقلة. هذا يقض مضاجع إيران. السبب الثالث قوة أذربيجان وانتصارها ومن ثم تطوير قدراتها. المخزون الغاز وفي أذربيجان يشاغب على المخزون الإيراني، وبالتالي 2 كانت تعتبر أرمينيا المنفذ أو الرئة التي تتنفس منها إيران باتجاه روسيا وباتجاه جورجيا ثم روسيا. إذا هناك مجموعة من العوامل كانت تدعو إيران إلى أن تتخذ هذا الموقف، وبالتالي لكن دائما وأبدا كما أتحدث أنا وأنت نقول حدود النصر يتوقف على فوهة البندقية، لكن عندما مالت الكف ميدانيا لصالح أذربيجان هنا نعود إلى كما قلت في المقاربة الأولى. النصر له أنصار والهزيمة يتخلى عنها الجميع حتى أقرب المقربين. ولنا في الرسوم الكاريكاتورية حول سقوط ترامب ممن كان يسبح ويمجد به تخلى عنه وكان أول المهنئين لبايدن. طيب سيد يفغيني سيدروف، اليوم بالنقطة اللي أثارها الدكتور فايز الدويري أنه اليوم التوسع التركي يأتي على حساب التمدد الإيراني في آسيا، هل نفهم من موقف روسيا أن اليوم هي تميل إلى هذا التمدد أي التركي ولا ترغب بالتوسع الإيراني، خاصة أن إيران لها أذرع في منطقة الشرق الأوسط وأذربيجان منطقة بلد على حدودها؟ لا، أنا أعتقد بأن كل محاولات تصوير روسيا بأنها إلى جانب تركيا أو إلى جانب إيران والتمدد الإيراني طبعا أمر لا يمكن تقليل من خطورته. هذه المحاولات خاطئة في الأساس، لأن روسيا مثل ما كانت موقفها من الصراع بين أرمينيا وأذربيجان موقف الحياد وعدم التدخل. وأنا لا أشاطر زميلي الذي تحدث قبلي يعني بدقائق وقال إنه لا يوافق معي فيما يتعلق بتقييم موقف روسيا الذي تسترشد وتنطلق من مصالحها. هذا شيء طبيعي وأشياء بديهية يتحدث عنه زميلي، إن كل بلد ينطلق من مصالحه قبل أي شيء آخر، ومصالح موسكو الآن تملي عليها ضرورة الحفاظ على موقف حيادي إزاء هذا الصراع سواء بين أرمينيا وأذربيجان، أو الحياد فيما يتعلق بموقفها من التمدد الإيراني وتوسع تركيا. وبالتالي روسيا ستبقي على نفس النهج الذي كانت تمارسه من قبل، ولن تسعى إلى أن يصور البعض الأمر وكأن روسيا أصبحت تماما موالية لتركيا أو موالية لإيران في هذا الصراع. المهم بالنسبة لروسيا في علاقاتها مع تركيا وإيران الحفاظ على الأسس والمنطلقات التي وضعت من قبل مجموعة أستانا والتي تضم هذه البلدان الثلاث في سوريا. وانطلاقا من المصلحة اليوم، هون أنا النقطة اللي ركزت عليها سيد يفغيني، قلت لي اليوم هذا أمر بديهي أن تبحث كل دولة وعلى رأسها روسيا عن مصالحها، وانطلقت أنا من هذه النقطة بسؤالك اليوم: لمصلحة روسيا التمدد التركي أكثر من التمدد الإيراني؟
لا أعتقد بأن لمصلحة روسيا أي تمدد كان، سواء من تركيا أو إيران أو حتى ربما لأذربيجان الذي يبدو أنها تسير طبعا في ركاب السياسة التركية الآن. ومن السذاجة التصديق لبعض المزاعم الأذربيجانية بأنها مثلا الطائرات المقاتلات التركية بقيت على أراضيها بعد المناورات التي أجريت قبل اندلاع هذا الصراع. واضح تماما أن هذه المقاتلات لم تكن موجودة هناك من قبيل الصدفة. ولذلك ردا على سؤالك يا أحمد، أكرر مرة أخرى أن روسيا ليس مع أي تمدد كان، ولا يمكن أن نضع روسيا أمام هذا الخيار، هل هي ضد تمدد تركيا أو تمدد إيران. لا أعتقد أن مثل هذا الطرح للسؤال صحيح ومنطقي، لا سيما بالنسبة لروسيا التي تحدثت عن موقفها سابقا. طيب أستاذ معين نعيم، هذا النصر نصر لتركيا صح؟ طبعا هي أحد المنتصرين في هذه المعركة بعد أذربيجان، أولهم تركيا. فهي استطاعت أولا أن على الصعيد العسكري أن تثبت أنها حليف قوي لحلفائها، أنها تستطيع أن تفرض وتدعم فرض رأيها أو رأي حلفائها في المعركة، وأن تستطيع أن تلعب بالسياسة الدولية بطريقة تنتج عنها نتائج إيجابية على الأرض، وهذا ما حدث في كثير من الملفات. الجانب الروسي ساعد بهذا النصر لتركيا؟ قد يكون سكوت الروس على الأقل على هذه المعركة وعدم تدخلهم المباشر أعان تركيا وأذربيجان في هذه المعركة طبعا. قبل هذا الاتفاق يعني خلال الأسبوع الماضي شهدت في سوريا في إدلب انسحاب، وبدأ انسحاب نقاط المراقبة التركية الواقعة في مناطق سيطرة النظام وإعادة تموضعها. حتى الآن 3 أو 4 نقاط، واحدة انسحبت و3 على الطريق، وهناك المزيد أيضا من نقاط المراقبة. لا تقل لي لا يوجد رابط ولا يوجد خيط وصل بين قرباغ وبين انسحاب تركيا اليوم. لا أعتقد أن هناك قطعية في الربط، لكن الملفات السياسية لا تكون قطعا منفصلة عن بعضها البعض. يعني لا أفصل الملف الليبي، وأنا أختلف أيضا مع ضيفك من روسيا حين قال أنه ليس هناك تنازلات ولا تفاهمات. لا، أعتقد أن الملف الليبي، الملف الروسي، السوري عفوا، وحتى ما سيتم في المنطقة، وحتى مجيء بايدن ليس بعيد عن كل هذه الترتيبات. فالجميع يريد أن يثبت، تركيا تريد أن تكون حليفة قوية لروسيا لتستطيع أن تستخدمها في معركتها التي تخشى أن تدخلها مع أمريكا أو مع النظام الجديد أو القيادة الجديدة في أمريكا. تريد أن تقوي موقفها بحيث لا تتجرأ القيادة الأمريكية التي تهددت حتى بقلب نظام الحكم في تركيا بايدن كما تعلم في بداية الدعاية الانتخابية. لذلك أعتقد أن كل الأمور مترابطة. قد تكون الأمور ليس فقط هي عبارة عن حسابات خذ هذه واعطني تلك، بقدر ما هي تسهيلات للطرفين، أو على الأقل شعور بأن هذه المعارك أو هذه الأوراق قد خسرتها تركيا تقدمها لتأخذ أوراق أكثر قوة، وروسيا كذلك. أنا أعتقد ليس من السهل على روسيا أن تفقد بشكل أو بآخر هذه الأراضي لصالح أذربيجان التي تعتبرها أيضا تقوية ليد تركيا في وسط آسيا، التي تعتبر روسيا وإيران تركيا فيها منافس ومهدد. لذلك المعركة أكثر من أبيض وأسود، الساحة الرمادية فيها كبيرة جدا. روسيا قدمت أوراق أعتقد انسحابات قد تكون جزء من هذه المعركة لقناعة تركيا أنها لم تعد قادر على تأمين هذه النقاط، أو تخشى أن تتحول هذه النقاط لنقاط ضغط على تركيا باستمرار الحصار عليها في أي معركة أو أي مواجهة حتى مع النظام. كما تذكر في حلقة سابقة تكلمنا عنها أنه قد تتحول هذه النقاط إلى نقاط ضغط أكثر منها نقاط قوة، أقصد نقاط العسكرية في داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام. لكن أيضا هذا لا يستبعد أن يكون هناك تراجع هنا لصالح صمت أو على الأقل تأييد في موقف في أذربيجان أو حتى في ليبيا. سيادة اللواء فايز الدويري، بالدقائق الأخيرة أختم معك الحلقة. اليوم روسيا أمسكت بالملف النزاع الأرميني والأذربيجاني من خلال اتفاقية السلام التي وقعت، والتي أيضا ستشرف على تطبيقها روسيا من خلال الوجود العسكري والدوريات العسكرية. السؤال لحضرتك اليوم، أي خلاف سواء روسي تركي، روسي إيراني، روسي أمريكي في أحد الملفات، ملفات المنطقة، هل ستحرك، هل سينتهي هذا الاتفاق بين باكو ويريفان؟
لا أعتقد، يعني حتى إذا كان هناك تعارض في المصالح أو في الرؤية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، لا أعتقد أن الإخفاق في إدلب سيقوض هذا الاتفاق. لا أعتقد أن أي خلاف يحدث على الجغرافيا الليبية فيما يتعلق بنقطة رئيسية وهي وجود فاغنر أو انسحاب فاغنر، لأنه كما تعرف في هذا اليوم تجري هناك اتفاقيات مباحثات لمدة 3 أيام ما بين القادة العسكريين 5+5، ومن ضمن النقاط التي ستبحث خلال 3 أيام هي خروج المرتزقة، ومن ضمنهم تعتبر قوات فاغنر مرتزقة، وبالتالي الطرف في 5+5 الذي يمثل فايز السراج هو مدعوم تركيا. إذا دعني أقول قد يكون هناك تعارض، لكن هذا يعني الآن عندما نتحدث عن منطقة القفقاز أو القوقاز عفوا، عندما نتحدث عن القوقاز تبقى أهميتها وخصوصيتها لروسيا أعمق وأكبر. كذلك طبيعة الصراع. الآن الصراع في ناغورنو كاراباخ هو بين دولتين أعضاء في الأمم المتحدة. الصراع في سوريا بين نظام وشعب، والصراع في ليبيا بين جزئين من المجتمع الليبي، بين قسمين من البرلمان. فالمرتكزات التي تقوم عليها الصراعات في الدول الثلاث مختلفة، وبالتالي المقاربات الروسية مختلفة والتفسيرات الروسية مختلفة. لهذا السبب هنا نتحدث عن صراع بين دولتين، بين كيانين، وهذه الكيانات لكل كيان أهميته. لهذا السبب أقول يعني أتفق مع ضيفك عندما قال لا يمكن الفصل بين هذه الملفات، ولا حتى مع شرق أوكرانيا، ولا حتى مع الدرع الصاروخي، ولا حتى مع جزيرة القرم. كلها مشتبكة، كلها متداخلة، لكن مدى تأثيرها هو المتفاوت. الآن روسيا، ضيفك من موسكو أوضح وأتفق مع كثير مما جاء في حديثه، تحدث صراحة بأن أي تمدد تركي أو إيراني غير مرحب به. لكن بالمقابل روسيا في الفترة الحالية كذلك فيما تسرب من أحاديث عن مرض الرئيس بوتين بالرعاش الرباعي أو غير ذلك وتسليم السلطة بداية العام القادم، الوضع الاقتصادي والضنك الاقتصادي الآن وانخفاض أسعار النفط، كل هذه الأمور تجعل روسيا حذرة جدا وترغب في إحداث التهدئة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي التي لا تزال تعتبر النطاق الهامشي للاتحاد الروسي. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا الدكتور اللواء فايز الدويري المحلل العسكري والاستراتيجي. شكرا للسيد يفغيني سيدروف المحلل السياسي الروسي ضيفي من موسكو، وكل الشكر أيضا لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ معين نعيم الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن التركي. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.